تتعرض المرأة تحت حكم دولة داعش يوميا إلى المزيد من المضايقات على الحركة والمظهر، مثل وجوب التواري عن الأنظار وعدم الخروج إلا رفقة محرم، وهي ضغوط ولدت الاستياء لدى كثيرين. فالمقيمات في الموصل والرقة ودير الزور مثلا يجبرن حسب صحيفة الجارديان البريطانية على الالتزام باصطحاب محرم طوال فترة تواجدهن خارج البيت، إضافة إلى لبس عباية ونقاب مزدوج وقفازات. هذه التعليمات التي تعمل على إنفاذها الشرطة الشرعية تأتي عقب إصدار داعش وثيقة سماها دليل حياة المرأة في دولة الخلافة. وينقسم الدليل الذي يحتوي على الكثير من النصوص الدينية إلى 3 أقسام: الأول نقد وتفنيد للحضارة الغربية، والقسم الثاني يصف حياة المرأة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، والقسم الأخير يقارن حياة المرأة في أراضي داعش مع تلك الموجودة في باقي الدول. ويتحدث الدليل عن سن الزواج ويحدده ابتداء من 9 سنوات، ويشدد على أن السن المثالي لذلك بين 16 إلى 17 سنة. كما يمنع الدليل بشكل قاطع النساء من اللجوء إلى صالونات التجميل لأنها مهن الشيطان. ولتفادي أي مواجهة مع شرطة داعش، بات الأزواج يمنعون زوجاتهم وبناتهم من الخروج أصلا، لأن التعليمات الجديدة تعاقب المحرم إن كانت المرأة التي يرافقها غير ملتزمة بالزي المطلوب. كما أن العديد من النسوة اللائي يرفضن الانصياع قد يتعرضن للضرب والإهانة، وقد تفرض عليهن غرامة مالية. فوزي زواي، MBC.